انا عايزك كده بهدوء وواحده واحده تقول لي الاهلي ليه هيتعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجيت؟ هل هنسيب كل لعيبه الوسط اللي موجودين في النادي الاهلي وناخد حامد حمدان من بتروجيت؟ هل احنا اصلا محتاجين لعيبه وسط؟ ده انت عندك اليو ديانج وعندك مروان عطيه وعندك احمد رضا اللي هم كلهم افضل من حامد حمدان. فانت بتتكلم في يعني طريقه او وضع شرح الموضوع نفسه غير منطقي. حتى هيقول لك خالد الغندور بيقول، ما يقول يا باشا، ما ياما خالد الغندور قال كلام كتير جدا. يعني هل مثلا دوت يعني مصدر موثوق منه علشان ناخد منه معلومات؟ اكيد لا. سيبك من موضوع حامد حمدان وتعالى للموضوع التاني اللي من وجهة نظري انا اهم بكتير. نادي الزمالك حاطط احمد السيد زيزو في دماغه وزاعق، مش هيسيبه، مش هحل. احمد السيد زيزو عامل ورم، عامل مشكله. دلوقتي رابطه الانديه المصريه او اتحاد الكره المصري بالاخص نزل عقوبات موضوع السوبر، وقال لك انه اللاعب احمد السيد زيزو هيتغرم زيه زي خوان بزيرة 50,000 جنيه نظرا لاحترام البروتوكول، والاهلي هيتغرم 100,000 والزمالك هيتغرم 100,000 علشان السباب الجماعي للجماهير. معلومه، الزمالك عنده غرامتين 100,000 لان كان في سباب جماعي برضه في مباراه بيراميدز، بين قوسين جمهور الصفوه يعني. المهم، فالزمالك يسمع العقوبه يسكت؟ لا. الزمالك كده كده عمل شكوى للجنه الانضباط علشان يعاقب احمد السيد زيزو، وعمل شكوى تانية لهاني ابو ريده واتحاد الكوره. طب الشكوى التانية دي لازمتها ايه يا باشا؟ قال لك والله اصل احنا شفنا ان يعني احمد السيد زيزو بيهين الكيان الزملكاوي وبيهين رموز الزمالك، فاحنا عايزين ان احنا نعمل شكوى ضد اللاعب. هو انتوا بجد فاكرينها بكتر الشكوات؟ طب ما انتوا عاملين شكوى كمان شكوى تانية. ده انتوا المفروض اصلا لو بنتقي ربنا وبنتكلم كلام عدل المفروض اصلا تقدموا بيان اعتذار عما بدر من جماهير الزمالك تجاه احمد السيد زيزو اللي طول المباراه ما عملش تصرف واحد خطأ، او تصرف واحد مثلا يستفز الجماهير او نقول على اساسه ان الجماهير شتمته خالص. ده حتى رغم انه عمل اسيست عالمي وكان ممكن عادي جدا يحتفل مع زمايله بس احتفال مستفز شويتين، ما عملش كده، ما عملش كده نهائي. المفروض تقدروا لاعب اتشتم بكل الشتايم اللي ممكن تكون تخطر في بالك وما عملش اي تصرف ممكن ان هو يكون مستفز للجماهير، وفي الاخر انتوا اللي رايحين تشتكوا. اقسم بالله حاجه منتهى البجاحه اللي في الدنيا. مش بس كده، كمان الاهلي بقى اما نزل بيان عشان يحمي اللاعب بتاعه، وده شيء طبيعي جدا، وده اقل شيء الاهلي يعمله مع احمد السيد زيزو في مباراه كانت هي الاصعب نفسيا على هذا اللاعب. الاهلي بينزل بيان وبينزل كمان وبيبعت شكوى لاتحاد الكرة بيطالب فيها برد الحقوق الأدبية لأحمد السيد زيزو عما تعرض له في مباراة الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك في السوبر المصري، لأن اللاعب تحمل ما لا يتحمله أحد. الحقيقة قوة شخصية اللاعب وكمان يعني ثباته الانفعالي داخل المباراة تثبت بما لا يدع مجال للشك ان هذا اللاعب حرفيا لاعب نموذجي واحترافي بكل معنى الكلمة، وانه فعلا عنده قوه شخصيه بتخليه يفصل ما بين 20-30 الف بني ادم عمالين بيشتموا فيه طول المباراه وهو قادر ان هو يقف صلب وما يقدرش ان هو يعني يخرج عن تركيزه وعن شعوره ويساهم كمان في فوز فريقه في المباراه.